فاكر ان الشمس اسخن جسم في الكون فانت غلطان، وتعال اقول لك ليه. مبدئيا اقل درجه حراره ممكنه في الكون هي الصفر المطلق او الكلفن، واللي بتعادل تقريبا سالب 273 درجه مئويه. وعشان نحسب درجه حراره اي جسم بنقيس الطول الموجي للاشعه اللي بيبعثها، وكل ما كان الطول الموجي لاشعه الجسم اقصر كل ما كانت درجه حرارته اعلى. ورغم ان الشمس بتعتبر من اكثر الاجسام حراره في النظام الشمسي الا ان درجه حرارتها 5500 درجه سيليزيوس، وهي حراره قليله جدا مقارنه باجسام ثانيه زي درجه حراره نواه الارض اللي بتعادل 6000 درجه سيليزيوس، ودرجه حراره اي انفجار نووي واللي بتوصل لحوالي 350 مليون درجه سيليزيوس. رقم مرعب انا عارف، بس برضه مش اسخن شيء في الكون، لان في مجموعه علماء في سويسرا سنه 2012 اتمكنوا من انتاج درجه حراره سموها درجه حراره بلانك، واللي بتعادل 141 مليار كلفن، ودي كانت اعلى درجه حراره لاي جسم في الكون. لكن في سؤال مجنون بيطرح نفسه، وهو هل ينفع نزود درجه حراره بلانك دي؟ والاجابه لكن الحراره اللي هتصدر هينتج عنها ثقب اسود هيتسبب في كوارث كبيره للكوكب. قال يعني الكوكب ناقص كوارث. المهم ما تنساش تعمل لي فولو.